الدنيا ليه والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفقدت أسرارها، اللي بدأت الفنون وفقدت أسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة وانتو أنوارها. أكاديمية الفنون صرح أكاديمي منوط بتعليم الفنون المختلفة. هو المورد الأول والشرعي والوحيد في الشرق الأوسط اللي بيخرج جموع الفنانين باختلافهم. يعني احنا عندنا المعهد العالي للفنون المسرحية بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للسينما بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للكونسرفاتوار، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل. 8 معاهد عليا و4 مدارس: مدرسة الباليه، مدرسة الموسيقى العربية، مدرسة الكونسرفاتوار، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية. الدخول بالنسبة لجميع معاهد الأكاديمية يبقى بالثانوية العامة أو ما يعادلها زي الاي جي والامريكان بعد اجتياز اختبارات القبول. بيبقى عندنا شرطين أساسيين متحددين بنحددهم في كل مجلس أكاديمية، الشرط الأولاني هو شرط السن، والشرط الثاني هو شرط المجموع. وما عدا ذلك بيجتاز اختبارات القبول، وهي الشروط الأساسية لدخول أي معهد من معاهد الأكاديمية. لأنه الحقيقة في حقيقة الأمر ما ينفعش ان اي حد يخش اكاديميه الفنون وهو مش موهوب، لان الاساس عندنا هو الموهبه. ان احنا عندنا مدارس، المدارس دي بتستقبل الطلاب، عندنا نظامي وغير نظامي. النظامي بيستقبل الطلاب المعهد العالي للباليه من سنه 4 ابتدائي، المعهد العالي للكونسرفاتوار من 3 ابتدائي، المعهد العالي للموسيقى العربيه من اولى ثانوي، تكنولوجيا التطبيقيه بعد الاعداديه. كان في عجز في العمالة الفنية أو الخط الثاني تحت المخرج والمصور والإضاءة وطلبنا إن احنا نوفر وندرب الناس اللي طالعة معاش، تدرب الناس اللي جاية، أو ندرب الناس اللي هي محتاجة تبقى موجودة في الميديا سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. الفكرة استمرت في دماغ الدكتور أشرف إلى أن فكر فيها وعمل بروتوكول مشترك بين وزارة التربية والتعليم وبين أكاديمية الفنون على أساس نعمل مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، من خلالها بنطلع الكوادر الفنية الصف الثاني لكل الميديا اللي موجودة في السوق، سواء مسرح، تلفزيون، حتى الإذاعة، الاستوديوهات. عملنا قسم للصوت، عندنا 11 قسم بالمدرسة. الأقسام هي الصوت، الإضاءة، التصوير، الإدارة المسرحية، الملابس والأزياء، أحذية الباليه، الخدع السينمائية، الحرف اليدوية والشعبية، الديكور، تصميم وتحريك الديكور وتصنيع الديكور، العرايس، والمكياج والتنكر. احنا ال11 قسم الحمد لله سنه اولى بياخدوا جنرال او بياخدوا عام في كل التخصصات، الى جانب المواد الثقافيه اللي جايه من وزاره التربيه والتعليم زي العلوم والرياضيات واللغه العربيه واللغه الانجليزيه والتربيه الدينيه. الصف الثاني بيبدا ياخد التخصص في الميديا اللي هو عايزها، سواء في التصوير او في الاضاءه او في المكياج او في الديكور. الميزه اللي عندنا ان احنا بنوفر كوادر مدربه ذات خبره، بيتعلم ازاي يحافظ على ادواته، بيحافظ على الخامات اللي بيشتغل بيها، بيحافظ بالصحه والسلامه المهنيه على نفسه وعلى العمال او الفنانين اللي بيشتغل معاهم. وبعد كده بيتخصص من سنه تانية في القسم اللي هو بيحبه عن طريق اختبار احنا بنديهوله، وبنختار منه الطلبه اللي تنفع تدخل قسم الديكور، لان ليه طبعا معايير فنيه ومعايير مهنيه كتيره جدا. المفروض ان هو بيدرس في ال3 سنين، سنه اولى بتبقى شعبه عامه، وبيتخصص من سنه تانية وثالثه في التخصص اللي هو عايزه.
طالب قسم الديكور بيعتبر حلقة الوصل ما بين المهندس اللي موجود في موقع التصوير والمنفذ اللي على أرض الواقع خالص، اللي هو زي النجار والنقاش والاستورجي والكهربائي السيليسيون وهكذا. هو اللي بياخد الأوردرات من مهندس الديكور وبيحولها لرسوم تنفيذية عشان ينفذها على أرض الواقع. فبيعتبر هو حلقة الوصل ما بين ده وده، وهو العامل الأساسي في تصنيع العملية الفنية سواء في البلاتو أو في المسرح أو في السينما. القسم هنا قسم ملابس جاهزة وتصميم أزياء، خاص إن هو بيخرج فنيين بيكونوا عبارة عن حلقة الوصل بين مصمم الأزياء وبين العامل اللي قاعد على الماكينة. يعني هم لازم بيتعلموا كل ما يخص الماكينة من أجزائها وتفصيلاتها ولضمها وكل المبادئ الأولية لماكينة الخياطة، وإزاي بنطلع منهم أحسن شغل، وإن هم إزاي يقدروا ياخدوا التصميم وينفذوه من مصمم الأزياء ويطلع على الطبيعة. أنا اخترت المدرسة دي عشان هي تعتبر الوحيدة في المجال ده في الشرق الأوسط، وهي الوحيدة اللي يعني احنا بنشتغل في مجال السينما والمسرح وقليلين من الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، فاحنا قررنا نخش المدرسة دي عشان نبقى شغالين ودارسين في نفس الوقت، يبقى معانا خبرة في المهنة وفي الدراسة بشهادات عليا نشتغل بها في أي دولة، بناخد شهادات معتمدة دوليا، وبنطلع تدريب ميداني في المسارح وبنشتغل بإيدينا وبننفذ شغل وبنعمل عروض والناس بتبقى مبسوطه مننا قوي. انا اخترت المدرسه عشان انا بحب المسرح وبحب السينما وحبيت ان انا اكون جزء منه، وبعدين الدوله دلوقتي بتتطلب عمال الفنيين وكده، وحسيت ان دي هتبقى فرصه ليا اكتر وحبيت ان انا اشارك فيها. عملت اختبار تحريري في الاي كيو، وعملوا معايا مقابله شخصيه سالوني فيها هواياتي ايه وداخله المكان ليه وكده. القسم بتاعنا اسمه قسم ميك اب، تمام. عندنا 5 فروع، عندنا اللي هو التجميل اللي هو زي ده، وعندنا شغل مستعاره زي مثلا اللي هو ايه، مثلا انا بدات يعني انا دلوقتي ما عندي شخصيه عايز اقدمها 20 سنه لقدام، اكبرها 20 سنه، احط له مثلا دقن ابيض، احط له شنب ابيض، كمان حروق وجروح. الحروق ده مثلا لو عايز هنا جرح هنا خياطه اعملها له، وعندي الماسكات اللي انا بعمل اشكال. انا بحب القسم وبحب السينما، حلم ابقى كاميرامان. اشتغلت قبل كده اداره مسرح واشتغلت اداره سينما، فاشتغلت اداره مسرح بدات مره اشتغلت مع وليد درويش واتعلمت ازاي اظبط كشاف مره، وبعد كده اتعلمت ازاي اشتغل على الكنترول، واشتغلت في مهرجان النقابه والمهرجان العربي والمهرجان القومي، فحبيت الاضاءه. انا كنت اصلا داخل خدعه. اشتغلنا الحمد لله تدريب عملي خارجي، عملنا من 3 ديكورات الحمد لله السنه اللي فاتت 25 ديكور لعرض مسرحي لمشاريع التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحيه، سواء في مرحله البكالوريوس او في مرحله الدراسات العليا. نفس الحكايه في بلاتوهات السينما. السنه دي الحمد لله حصلنا على بطوله كره القدم على مستوى الاكاديميه على 9 معاهد، خدنا المركز الاول. الاقسام اللي عندنا الحمد لله بتخرج للسوق وتتدرب، يعني بتشتغل بشكل حرفي جدا. اشتغلنا في مسرح الدكتوره نهاد صليحه واحنا اللي جهزناه الحمد لله. اشتغلنا في افتتاح معهد السينما اللي هو الخاص بافتتاح المبنى الجديد. بنخرج للتدريبات العملي. عندنا عرض مسافر ليل اللي موجود في المسرح الهناجر تبع البيت تبع قطاع الانتاج الثقافي. كل الطلبه شاركت في بناء هذا الديكور. عندنا نفس الحكايه، الطلبه شاركت في ديكورات بعض الزملاء في مهرجان الابداع تبع الشباب والرياضه. خدنا جائزه التميز لان احنا اللي شاركنا لاول مره كان ديكور مسرحي يتميز، واول ديكور كان بيتعمل في المدرسه هنا. البروتوكول اللي موجود بيننا بين وزاره التربيه والتعليم واكاديميه الفنون كان مبني على ان يبقى الشهاده تعتمد او الشهاده تبقى معتمده سواء من الداخل او من الخارج، والحمد لله احنا شهادتنا هتعتمد من المانيا. الميزه اللي عندنا ان الطالب عندنا بياخد حافز اثابه شهري او حافز تعليمي شهري 300 جنيه في سنه اولى، 400 جنيه في سنه ثانيه، 500 جنيه في سنه ثالثه. الى جانب ذلك بينزل السوق يتعلم ويتدرب. الدنيا ليه والنجوم طالعه تنورها، نجوم تغير
حسن منظرها اللي بدأت الفنون وفي ايدكو اسرارها اللي بدأت الفنون وفي ايدكو اسرارها دنيا الفنون دي جميلة وانتو اصغرها والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها والفن دنيا جميلة